يا مساء الفل والحلويات على حبايب قلبي اللي وحشوني جدا جدا. طبعا انتوا عارفين انتوا وحشني قد ايه وانا بحبكم قد ايه. طبعا لو انت اول مره بتشوفيني، انا خلود خالد، ميك اب ارتست وخبيره تجميل بالعنايه بالبشره والشعر والجسم. لو اول مره بتشوفيني انزلي دلوقتي اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كمان اعملي لايك للفيديوهات اللي بتاعتي لان في فيديوهات جايه كتير حلوه قوي من اللي انتوا بتحبوها. وهنبتدي بقى النهارده بحاجه انا مبسوطه جدا جدا بيها. انتوا عارفين اكيد هتعرفوا هي ايه. خلينا نأجل الانبوكسنج بتاعتي شويه، بس مش هقدر اجل بصراحه، خارج عن ارادتي. مايت سينما. وحشتكم مايت سينما قد ايه؟ طبعا مايت سينما وحشتني جدا 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 جدا، بجد وحشتني قوي. متحمسه، الشنطه دي كلها مليانه البرودكتس الجديده بتاعتهم، بعتولي البرودكتس كلها بتاعتهم الجديده، فهنجربها بقى مع بعض. واول حاجه هنبتدي بيها النهارده من منتجات مايت سينما الجديده الروج القمر ده، اللي هو روج اللي هو اللولي بوب اللي هو المصاصه. الروج ده شكله حلو قوي زي ما انتم شايفين، هو 12 درجه كده، هو شكل المصاصه. هنجربه بقى وهنعمل سويتشات. الفيديو ده عايزاه يتفجر لايكات، كومنتات حلوه، عايزه كومنتات حلوه عشان اتشجع ان انا اصور لكم باقي المنتجات. وكمان قولوا لي لو عايزين حاجه معينه اعمل لكم ريفيو عنها. اهو بصوا، هي بتكون كده 12 درجه. هنبتدي بقى ان احنا نعمل بدرجه 101. طبعا انتوا عارفين انا بتعب في فيديوهات الليبستيك قد ايه، فاتمنى ان انتوا تقدروا تعبي في الفيديوهات لان انا بتعب فيها جدا. وهنجرب بقى مع بعض 12 درجه، يعني حلقتنا طويله. لو عايزه بقى تروحي تجيبي حاجه كده تاكليها وتشربيها روحي وتعالي، عشان ايه؟ حلقتنا مطوله. انا عن نفسي جايبه المج بتاعي، جايبه الرمان بتاعي، لان انا مطوله فجايبه حاجه اشربها واكلها. يلا بقى نجرب ونشوف الدرجة 101. عايزة اوريكم الجفت القمر اللي جاتلي دي. بصوا، جاتلي من عند بنوتة أمورة أمورة أمورة. بصوا بصوا الشكل. اولا شكل المراية، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن بوكس. المراية تحفة، الماتيريال بتاعتها تحفة. بصوا مكتوب عليها خلود خالد ميك اب ارتست. هنشوف بقى الريفيو بتاعها، طبعا انتوا عارفين، في المكان التاني على الانستجرام. دلوقتي هنجرب بقى 201 اول درجه من الليبستيك ده. المرايه عجباني قوي، عايزه افكها مش عارفه افكها عشان هي مربوطه. المرايه القمر دي جات لي من عند ماني روز. ماني روز دي اصلا بنوته بقى، يعني عايزه اقول لكم هتتبسطوا قوي من التعامل معاها. عندها حاجات حلوه كتير مش بس المرايه. بصوا اصلا الديتيلز بتاعت المرايه حلو قوي. خلود خالد ميك اب ارتست. هنجرب اول درجه اللي هي 201. انا عايزه امسح، انا كنت حاطه ليبستيك بس يعني شبه اصلا مش حاطه. اوبا، بدايه سعيده يا بنات. درجته نبيتي. بصوا بقى يا حبايب قلبي، دي اول درجه في الليبستيك بتاعنا. هي نبيتي غامق شويه، بس هي الكاميرا عندكم مغمقه شويه، هو افتح من كده. بصوا، هو درجته بصراحه حلوه قوي بالنسبه للناس اللي هي بتحب تحط ليبستيك نبيتي. على فكره هي درجه حلوه، وكمان هو بريحه اللولي بوب، يعني ريحته اصلا مصاصه، فبجد جميل قوي وكيوت قوي. هنشوف بقى الدرجات بتاعته، التدرجات بتاعتها عامله ازاي. زي ما شفنا دي اول واحده اللي هي الدرجه دي درجه نبيتي كده، مدي كمان على موف شويه، يعني نبيتي في موف كده. بس على فكره شكلها حلو جدا وهتعجبكم جدا، يعني بالنسبه للناس اللي بتحب الليبستيك الغامق. ودي اول درجه معانا 201. يلا بقى هروح امسحها عشان نيجي نحط الدرجه 202. بصوا بقى دي تاني درجه معانا اللي هي 202، اللي هي
احمر، وانا بعشق الليبستيك الاحمر، بحبه جدا جدا. بصوا الاحمر تحفه تحفه تحفه، درجه الاحمر فيه تجنن بجد. انا عايزه اقول لكم ان الكاميرا مغمقه الليبستيك شويه، هو في الحقيقه مش غامق زي ما هو عندكم كده، لا هو درجاته على فكره لحد دلوقتي اول درجه وتاني درجه حلوين جدا. بصوا بصراحه الاحمر بتاعه حلو، يعني قدامي في الكاميرا كده، عارفين اللوك كده اللي انا عاملاه ده لوك بقى بتاع زمان وكده، لا شكله حلو قوي اللي هو الاحمر ده. وبكده كنت الدرجه 202. وعايزه اقول لكم ان هو شيله صعب جدا، بصوا بيطلع بصعوبه جدا 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 بميك اب ريموفر ووايبس عشان يطلع، يعني الاتنين على بعض عشان يطلع، فبجد ثابت السنين بجد. فيلا بقى بينا نكمل الدرجة 203، وربنا يسهل عشان انا شفايفي تعبت وشفايفي بتتعب جدا في فيديوهات الليبستيك دي. فاتمنى ان انتوا تقدروا ده وتنزلوا دلوقتي تعملوا لايكات كتير وكومنتات حلوة كتير. يلا بقى نشوف الدرجة 203. بصوا بقى الدرجة اللي هي 203 هي درجة بني كده، طبعا احنا عارفين 203 من مايت سينما، هي دي 203 ما اتغيرتش خالص. بصوا لونها بني كده جملي، مش لونها بني، لونها جملي. بصراحة انا بعشق اللون ده، واللون ده اصلا شتوي يعني جدا، وانا من الالوان اللي انا بعشقها في مايت سينما هي الدرجة 203 دي، بجد من الدرجات القريبة لقلبي جدا. 203 العشق بالنسبة لي. وطبعا مش هوصيكوا على ثباته عالي جدا جدا جدا، وكمان سعره في متناول الجميع، فانصحكم ان انتوا تجربوه، عجبني جدا بصراحه. كمان شكله كيوت كده لو هتقدميه هديه او تبقي حاطاه في شنطتك مثلا رايحه الجامعه او كده، هو حجمه صغير وكمان شكله كيوت قوي. فيلا بينا بقى نشوف الدرجه 204. شفنا 203 درجه جمالي كده، بصراحه عجبتني قوي قوي. يلا بقى نشوف 204، وربنا يقويني وشفايفي تعبت ونملت وجعتني قوي بجد. يلا بينا. بصوا بقى معانا الدرجه اللي هي 204، الدرجه دي بني بس بني غامق، يعني بصوا درجتها بني غامق. هي برضو درجة شتوية، مش اي حد بيحب الدرجة دي، مش اي بنت بصراحة بتحط الدرجة دي، انا مش بميل ليها قوي بصراحة يعني، غير بقى لو هحط مثلا كونسيلر كده فتحها شوية، لان انا مش بحب الليبستيك يكون غامق بصراحة. اهي دي درجتها بني كده، بس هي درجة حلوة على فكرة، يعني مع لوكات معينة، لوكات شتوية تكون بني كده لا هتبقى حلوة جدا وهتنطق اللوك بطريقة حلوة جدا، فهي برضو من الدرجات الحلوة بصراحة. ودي كده الدرجة 204 من مايت سينما. يلا بقى بينا عشان نروح نجرب الدرجة 205. بصوا بقى كده اللي هي الدرجة اللي هي 205 دي درجة كده نود في كشمير، هي حلوة، هي باينة ان هي غامقة بس هي حلوة على فكرة ومناسبة للاستخدام اليومي، يعني شكلها حلو، هي نود كده في كشمير، شكلها حلو. انا يا جماعه عجبني الروج ده جدا، وعجبني بجد ريحته، وعجبني طعمه، بجد ريحته حلوه قوي كانك ماسكه مصاصايه، فهي بجد فكره حلوه جدا. دايما مايت سينما بتطلع لنا كل حاجه جديده وكل حاجه قمر وكل حاجه حلوه. يلا بقى شجعوني عشان اوريكم الحاجات الجديده، عشان في حاجات جامده جدا جدا جدا. فدي كده الدرجه 205 اهي من قريب، نود في كشمير، بصراحة شكلها حلو. يلا بقى نشوف الدرجة 206، ولسه هيبقى فاضل بعد الدرجة 206 6 درجات، بجد تعبت وشفايفي تعبت قوي. يلا بقى نشوف 206 مع بعض. بصوا بقى دي الدرجة 206، هي قريبة جدا للدرجة 203، برضو درجة على جملي كده اهي. بصوا درجتها حلوة برضو، انا لحد دلوقتي شايفة ان كل الالوان الوان شتوية بصراحة، يعني بصوا الوان شتويه كلها، يعني لحد اول 6 درجات اهو كلها الوان شتويه. احنا جربنا كده 6 درجات وفاضل 6 درجات، شفايفي تعبت قوي اهو استخدمت اول 6 درجات، فاضل ال6 درجات دول. هنشوف بقى برضه هيبقوا على نود ولا هيبقوا نود وبنيات والوان شتويه كده، ولا فيهم الوان تنفع للصيف. هشوف كده، هروح بقى امسح الدرجه 206 واحط الدرجه 207 وارجع لكم تاني. بصوا بقى كده دي الدرجه 207. بصوا هي درجه نبيتي برضو، التون بتاعها على بيربل اللي هو الموف. بصوا هي ما تفرقش عن 201 خالص على فكره، هي
يعني انا بالنسبه لي الاتنين دول، بصوا بالنسبه لي الاتنين دول واحد، يعني ما يختلفوش عن بعض اطلاقا بصراحه. يعني انا شايفه ان هما واحد، مش شايفه اي اختلاف. يمكن ده يعني التون بتاعه على موف اكتر، ده التون بتاعه على نبيتي اكتر. فبس ما فيش ما بينهم، يعني ما فيش ما بينهم اختلاف اللي هو الكبير بصراحة خالص. يعني انا شايفة ان هما الاتنين واحد، بس برضو شكله حلو. كل الالوان زي ما احنا اتفقنا لحد دلوقتي الوان شتوية. انا بالنسبة لي بحب الالوان دي جدا في الشتاء. لوكات بقى شتوية، عايزين نعمل لوكات شتوي كتير. رحبوا معايا بمرايتي بقى الجديده عشان هتشوفوها بقى معايا في كل اللوكات الجايه. كمان خفيفه جدا، مش وجعالي ايدي خالص. يعني انا مش بحب اشيل حاجه تقيله في ايدي. اهو زي ما انتم شايفين، بصوا الدرجه على موف كده، هي درجه اصلا موف، بس هي و201 قريبين لبعض جدا بصراحه يعني. فخلينا بقى يلا نروح نمسحها ونحط الدرجه 208، ويا رب بقى يعيني على شفايفي اللي وجعتني قوي دي. يلا بينا نحط 208. بصوا بقى الدرجة اللي هي 208 دي، 208 دي بتندرج برضو تحت البنيات والنودات لحد 208. كل الالوان شتوية، وشكل الباقي كله هيكون شتوي، يعني الوانها كلها غامقة. البالت دي يا خلود مناسبة للشغل؟ لا، البالت دي مناسبة ليكي انت كاستخدام شخصي، ليكي انت كعروسة عايزة حاجة شكلها شيك. البالت دي هتكون حلوة جدا ليكي، انما اكيد مش هتخشي العميلة بروج مصاصة، اكيد مش هينفع. فالبالت دي مناسبة لاستخدام شخصي. انتوا عارفين لما بيكون حاجة مناسبة للاستخدام الشغل بقول لكم ده مناسب للشغل، بس دي مش مناسبة للشغل خالص، دي مناسبة لاستخدام شخصي، عروسة ليكي كده بس. يعني ثباتها حلو على فكرة، شكلها حلو، شكلها كيوت، حجمها صغنون، بس هي مش مناسبة للشغل. يلا بينا بقى نشوف الدرجة 209. بصوا بقى معانا الدرجة دي اللي هي 209. دي درجة برضو يعني نبيتي بس فاتح شوية. عارفين اللي هو النبيتي مدي على بطيخي كده، بس هي شكلها حلو على فكرة يعني. اهي برضو من الالوان الشتوية قوي بصراحة. انا لحد دلوقتي ما شفتش ولا لون صيفي. ناخد بقى رمان عشان بجد تعبت. انا من عشاق الرمان، بحبه قوي قوي. اللي زي بقى بتحب الرمان تكتب لي في الكومنتات ان هي بتحبه، لان انا بعشقه وبصراحة مدمناه. يلا بينا بقى نروح نشوف الدرجة. احنا جربنا درجة كام يا عيال؟ 209. هنجرب بقى 210 وهانت عشان انا تعبت قوي، خدت وقت كتير قوي في التصوير، تعبت. يلا بقى بينا نشوف الدرجة 210. بصوا بقى دي الدرجة 210. ما صدقت لقيت درجة بقى فاتحة. بصوا، لا درجة جميلة كده، وش نور، وش نور. الجمال ده مية سينما، حلوة قوي. درجة 210 جميلة. هي درجة كده كشمير بصراحة، شكلها حلو جدا وشكلها رقيق ومناسبة للاستخدام اليومي. ما قدامي المراية الكبيرة عشان بشوف فيها الالوان بوضوح قوي، بقول لكم الالوان بوضوح قوي. فبصراحة عشقة جميلة اللون ده على فكرة، حلو قوي. 210 دي بما انها مصاصة بقى يعني عايزة ادوقها، جميلة شكلها. يلا بقى بينا نجرب. اهي بصوا كده من قريب، هي درجة كشمير بصراحة حلوة جدا. يلا بقى بينا نجرب الدرجة 211 وهانت. لما البنات بتيجي تسألني تقولي خلود احنا عايزين روش كيكو بس مش معانا فلوس، نجيب ايه او ايه بديله، برشح لهم درجة 211 من مية سينما. اللي عايز 211 دي هي 103 من كيكو، اللي عايز كيكو 103 هي 211 من مية سينما. بصوا الجمال، الحلاوة دي. على فكرة انا عايزة اقول لكم النهاردة التصوير انا مش راضيه عنه قوي لسبب معين. الخلفيه ورايا فاتحه، وانا مش متعوده ان انا اصور لكم بخلفيه فاتحه. انا كنت متعوده ان انا اصور لكم بستاره سودا والشجره بتاعتي، فعشان كده حاسه ان الدنيا النهارده مش متظبطه خالص في التصوير. فيا رب يكون التصوير عجبكم، او انتوا قولوا لي برضو ايه رايكم. اهي الدرجه
في حته تانية خالص. كيكو 103 211 هي من مايت سينما. بصراحه ما يختلفوش عن بعض اطلاقا. بصراحه شكلها حلو قوي، هتبقى في شنطتي دي على طول 211 دي. يلا بينا بقى على اخر درجه 212 عشان اخلص، عشان انا تعبت قوي. مها مسك باللون القمر ده، لون شتوي برضو ولونه غامق. هو لون كشمير كده بس لونه غامق قوي. وبكده نكون خلصنا ال 12 درجة، طبعا بعد ارهاق كبير وتعب كتير قوي بجد، والله العظيم تعبت قوي. فبجد اتمنى ان انتوا تقدروا الفيديو ده وتقدروا تعبي، لان بجد لما بصور وبلاقي مفيش تقدير لتعبي بكون زعلانه جدا جدا، وبكسل اصور وبقعد فتره ما اصورش عشان بحس ان انا فيديوهاتي مش متقدره. فاتمنى تقدروا الفيديو ده وتعملوا لايكات وكومنتات حلوه كتير عشان تشجعوني اصور الباقي. وبجد الروج ده عجبني جدا جدا، شكله حلو، شكله كيوت قوي قوي. تخيلي بقى ان انت عروسه ودي البلد دي على تسريحتك، هيبقى شكلها شيك وكل اللي هيخش عندك اصلا هينبهر بيها، وممكن ياخدوا منك كمان، يعني يطمعوا فيها وياخدوا منك. انما هي بجد شكلها حلو قوي، الوانها متنوعه، الوان شتويه، فيها الوان فاتحه وفيها الوان غامقه، بس الاكتريه اللي فيها الوان غامقه، بس شكلها حلو. بصي بصراحه الوانها حلوه قوي، انصحكم ان انتوا تجيبوها وتجربوها من مايت سينما. مايت سينما اصلا ما بتعملش حاجه وحشه عشان انا اعقب او اقول عليها، بصراحه شكله حلو وكمان ثابت، هو الوانه بس غامقه شويه للناس اللي بتحب الغوامق. وبكده يكون الريفيو بتاعنا خلص. قولوا لي بقى عايزين اعمل لكم ريفيو ايه جاي من منتجات مايت سينما. كنتوا وحشني جدا جدا طبعا كالعاده، وبحبكم جدا جدا برضو كالعاده. يلا بقى لايكات وكومنتات كتير. لو انت مش مشتركه انزلي جري اشتركي تحت وفعلي زر الجرس من المربع الاحمر عشان يوصلك اي نوتيفيكيشن من اي فيديوز انا بنزلها. بحبكم جدا، باي باي.